النووي في المجموع. إذن إماما في مأموم يوتين يندب تخلف المأموم عن الإمام قليلا كويس دوبة حركفته. وتكره المساواة ذكره النووي في المجموع. بارك الله فيكم. وقوله حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هذا سليمان بن حرب ابن بجيل أبو أيوب الأزدي ثقة إمام حافظ من التاسعة. ثقة إمام حافظ من التاسعة. وأما شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام البصري ثقة حافظ متقن من السابعة. وأما الحكم ابن عتيبة أبو محمد الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس من الخامسة. قال سمعت سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هذا سعيد بن جبير بن هشام الحافظ أبو محمد الأصبهاني يقال له هكذا، ولكن المعروف أنه الكوفي. ثقة ثبت فقيه من الثالثة. وأما قوله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ابن عباس عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب بحر أو حبر الأمة. بحر أو حبر الأمة أبو العباس كنيته. أفريقيا ديمي جرا بكين نتدوي طائفي. هو صحابي مشهور أحد المكثرين من الصحابة، وهو ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه. قال بت في بيت خالتي من أدادو تياب لأم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها. فصلى رسول الله العشاء. رسول ربي عشائي صلاتني مسجدتي. ثم جاء دفن إيغانا غرا بيتي ميمونة فصلى 4 ركعات ركعة أفري صلاة أكما سيننين عقب دخوله. ثم نام ثم قام من نومه وضأته. فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطا أو خطيطا. هذا شك الراوي أي معناه واحد. ثم خرج إلى الصلاة أي صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ. لماذا لم يتوضأ؟ ما وضأت الرسول شيخ أحمد؟ ما وضأت. يجرب على قلبي الربط يجوزن دينا. لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاته. حركان أكناتني صلاة بل ستجج لم تفسد صلاتهما أي صلاة المأموم والإمام. صلاة المأموم والإمام. وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب الجمهور. ولكن بعدين علماء مال جدا إذا وقف الإمام أن يسار مأموم أن يسار الإمام باطلت صلاته جدا. مالي في جنانين رسول ربي وإقرار قلني عبد الله بن عباس كأتشين دابة حولني حولون كنوا يو إن أتشين دابة تبطل صلاته جتشا إرتد الللا جدا. ولكن بعدين علماء حديث جت مكان قبته لم تفسد صلاته جل إذا قام الرجل عن يسار الإمام. لكن تحويل كان شرطي والملك فحوله الإمام. أما حركات الرد رقاولا
حركات الرت لقاورنا حركات سكين سني صلاة بلجتو وجهو. قال حدثنا أحمد هذا بارك الله فيكم أحمد بن صالح أبو جعفر الطبري ثقة حافظ من العاشرة. وابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد المصري ثقة حافظ عابد من التاسعة. وأما قوله حدثنا عمرو بن الحارث ابن يعقوب أبو أمية الأنصاري ثقة فقيه حافظ من السابعة. وأما قوله عبد ربه بن سعيد بن سعيد ابن قيس الأنصاري ثقة حجة من الخامسة. وأما قوله عن مخرمة بن سليمان الأسدي ثقة من الخامسة. وقوله عن كريب مولى بن عباس كريب بن أبي مسلم أبو رشدين ثقة من الثالثة. عن ابن عباس أحد المكثرين من الصحابة قال نمت عند ميمونة والنبي عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام وصلى إلى آخر الحديث. ثم حدثني كريب قال عمرو فحدثت به بكير أديسي فقال حدثني كريب بذلك أجرين أنا اللي كريبي حديث ما كان نتي أديسي أجرين كريبي مولى ابن عباس كني. وهذا الحديث من السباعيات 7 لما تربط. وفيه 3 من التابعين كلهم مدنيون على نسق واحد كلهم مدنيون جرث دين تولي. باب إذا اتفق يا أحمد باب إذا لم ينوي الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال بت عند خالتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. أيوة. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. إذا طول الإمام صلاته وكان الرجل هذا مأمومة حاجة فخرج من الصلاة بالكلية فصلى نمت وحده صحت صلاته صلاة النساء صحيح مثلا. أيوة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله عن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيؤم قومه. أما صلاة معاذ ثم التاتي كدرا واجبا تلموس نرانيره تمواذ فينا من ثلاث. إذن وفي الحديث حجة للشافعي وأحمد أنه تصح صلاة المفترض خلف المتنفل كما تصح صلاة المتنفل خلف المفترض. لماذا؟ لأن معاذا كان قد سقط فرضه بصلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته بقومه نافلة وهم مفترضون. يلا.
وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة فقال لا تصح، ولكن الدليل مع الحنابلة والشافعية. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 3 مرات أو قال فتان فتان 3 مرار أو قال فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو لا أحفظ من أوسط المفصل أي يؤم بهما قومه، إن إمامنا ما انتو. قال عمرو بن دينار لا أحفظهما سورة سنين إنفذني. رواية براتي والشمس وضحاها في سبح اسم ربك الأعلى تلفه، والشمس وضحاها في سبح اسم ربك الأعلى تلفه. أسرت والنسين قافتشو بربادي من هو محمد بن حدثنا غندر، من هو غندر هذا؟ شيخ أحمد غندر محمد بن جعفر. محمد بن بشار يلقب بماذا؟ غندر. ها؟ غندر غنداري. يلقب بشار غندر. إيه كون غندري. محمد بن جعفر غندر. أكثر. هايا فيؤم قومه، قوم بني سلمات، قوم بني سلمات جرمت. نمتشان سلام نتليرتة براغرة غليك أرجده، وأنا جايبات. إذن نمتش غرقلون كم مالكن. أولا يحتمل أنه قطع الصلاة، أو أنه يحتمل أنه قطع القدوة اتلتشو كته. قافا كان يو قدري وهي تجراته له أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا، اتمهلته الراكبة هي الدوفيقة دي اتقوتت، وإن لم يخرج من الصلاة صلاة الرابوت بمقوت يوم بهو اللي بعد. إذن مسألة نمن عذري وهي قبو يو هاجان التجرات هاجان جتشا إمام الدبهو ندندها. أولا قراتي ما ديرسون كنو متمان إساتو بزرين مغرودا، متمان قراتي ديرسون متمان إساتو بزرين مغرودا. أسرت يوني بيهو قمنا نمني يو أدو في صلاتي حقا في هذه رفتو يو نمان صلاتي وقباف سو قبا، ولكن يو وري إني وجين صلاة سن ولي قلن هو نود إيرسي جدني، هذا كان ما في إشكال، ما في إشكال. يو أمو نما وجين كصلاة تاتي نما واني بين قرين تعبانا قرين شما كتو تاتي، الأصل أنه يعني يقرأ بقصار المفصل سورة القبابدو التنيرسو عدم التطويل. الأصل أنه عدم التطويل، الأصل أنه عدم التطويل. نعم. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لتأخر عن صلاة الغداة
لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطول بنا فما يطيل. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيكم الضعيف والكبير وذا الحاجة. أولا باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود جل. لماذا خص التخفيف بالقيام؟ لأنه مظنة التطويل، لأنه مظنة التطويل. أقنا كناف بوتان سلاسلان نمتشن إرسال تشكن بقى أبتا كنامير كناف تخفيفة أجتت خصصي. أما لا رأيت رسول الله في موعدة أشد، ما رأيت رسول الله في موعدة أشد غضبا منه يومئذ جد. سنجالا تقى رسول ربي كدلنا هنا قربي. إذن حق أنا ما كيستي حق عامي كيستي نمي وابلسون قبورته حق عامي لكم نم هدو تسدوبا صلاة كنان مالي في جنان وان سلا برتمو أبو نمني وتقصير قباتي برتو قبا برتو سني ارتلولوني برباكيزا نمني سن أكا برتو جيت تلولوني برباكيزا كناف إن منكم منفرين جل الرسول أكثت لولانين جيتشا بارك الله فيكم. أيه جوا باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن موسى. ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون. ورواة هذا الحديث كلهم كوفيون. يلا باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فيطول ما شاء. أيوة حدثني سلمى. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو سيد طولت بنا يا بني. باب من شكى إمامه إذا طول. نمني هو نمت إرسهمة الرقون قبوك طولت بنا يا بني يجونو صلاة إرسيتيرا همنا الرقون قبوك نحن قريب ما نهمت تجدي مسجد أنا معرفون ما ينبغي. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال رجل يا رسول الله إني لتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطول بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مما يطيل جرى يطولون مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إذا غضب جدا ما رأيته رت ما غضب جدا فغضب جدا يمي غير لانت قسي أمو ما رأيته غضب ما جدا فغضب سببا وذني غضبا مالي وذني غضبا فإلا ده مثل على فغضب جنم فغضب جن
فغضب يتنين كتابني غضب جدي غضبا إلى فعل أنوني غرغرة إسنت أكث جري كنافو ما رأيته غضب أكثت غاري إيقا من نطي أيه ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز أي فليخفف في صلاته بهم أي فليخفف فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. حدثنا عدم بن إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري أسرتي وأن نتبعه قبنو تطويل لكم بارك الله فيكم نسبة قومي قريتي تطويل تقصير قباب سني ملا عادة قريتي ويكون تطويلا بالنسبة لعادة قوم آخرين بكبراتيو تطويلا تيم بكبرات تطويلته النمال تطويل لكوني من الأمور الإضافية. إذن وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على تلك لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. أما قلت فقهاء ما جرى سديه رندبر سبحان ربي العظيم مرة سديه سبحان ربي الأعلى مرة سديه رندبر سوجرا يو سنرى دبر سشان رندبر سويا. أما نبين كنا سنرى دبر سولين أرجما صحابة خير وان جالة نهجتة. وأما بيوت غريتي تطويل لي تقصيرته لين مالا كنافيو مراعاة قتنين صلاةيسو إجتو قبجتشو الإمام أنا الإمام أنا الوحيد أنا الآمر والناهي جدي أقن ما قتنين مميلون برباج نمني ذني تبدا صلاتك يتت كنافيو إمامني لابد يراعي من خلفه نما يتتي لك كناف فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير جران الذي يقتدي به من خلفه يوقع ضعيفة يوقع كبير في السن يوقع وذا الحاجة مسافرة كناف مراعاة قلوب الباكتة. قال حدثنا آدم بن أبيات قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين مالي ناضحين وامتزوت ذاتا البعير الذي يسقى عليه النخل والزرع البعير الذي يسقى عليه الزرع والنخل تويا إسانو باسن كتويا إسانو باسن كي ناضحين جربنا ناضحني قال لما قبتيلو فيه قال وروتين تويا إيغانا مال قد قالتي بناضحين وقد جنح الليل أي أقبل بظلمته فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ معاذ رضي الله تعالى عنه بسورة البقرة أو النساء. هذا شك من الراوي محارب شك هذا. فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه. أما معاذ نال منه واجد إيه 3 ديثي دي ما كوني نمتش منافي نفا وانا كنافا واجد إيه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل النبي يتلو فيه فشكى إليه معاذا همته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما جرنين يا معاذ أفتان أنت جرني لولدين ججال نبي كنا صلى الله عليه وسلم هيا
باب الإيجاب في الصلاة والإرث. فالثاني 3 مرات فلو صليت من الجسم وشمس الضحى عالم من أبي إياس. باب الجسم. إيه؟ باب الترمو حديث الجسم. حديث القصة. أو فاتن 3 مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب في الحديث قال أبو عبد الله أحسب هذا وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب أما يكتب بقرة في النساء جدي أما بقرة ما قفوله. أولا تابعه أي تابع شعبة سعيد بن مسروق وتابعه أيضا مسعر بن كدام الكوفي وتابعه أيضا الشيباني أبو إسحاق سليمان قال عمرو وعبيد الله مالجدا وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء في صلاة العشاء البقرة جدا ولم يذكروا هؤلاء سورة النساء هندب النجر بقرة مقفة جدا وتابعه أي تابع شعبة الأعمش سليمان بن مهران عن محارب بن دثار الراء وديستني يجد هايا متابعنا كثير يمدي باب الإيجاب سامي قيسم برام ولك باب الإيجاب في الصلاة وإكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجد الصلاة ويكملها. يوجد الصلاة قبابسة ويكملها كنوجه مبوطة يدي gabaabsin إخلال بدون بوتو جباني ممكن يكملها من غير نقص أقل هجة أقل واجبة كم أقل سدي لا تك فيدو سبحان ربي الأعلى مراتك سبحان ربي العظيم مراتك أقل واجبة جرمت سنو المجاني جدّدوا له ما يتم سنو المجاني جدّدوا له انتهى أقل واجبة أكسي أدنى تجرى أكثر تجرى أدنى يوكا وسطري 3 مرات كتني أولي أقوم ربي سابق تسبيح كيف ستسون وأما قراءة أقوم يفيد آية أمير رأتي جداش ما داونا
إيه أرابتك. أيوه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.